ده كان كاس عالم اسود اللي مصر شاركت فيه. صداع كاس العالم لسه مكمل معانا وحوارات اللعيبه لسه مستمره. وشرفنا وبعد كده نسوانهم قرفونا. ايه الخرا اللي احنا ايه ده؟ لموا نسوانكم بجد. تعال اخدك جوله سريعه في الحوارات اللي حصلت بعد ما ودعنا كاس العالم. بس في الاول كده خلينا نشكر كام واحد كانوا سبب ورحمونا من صداع كان هيستمر لسنين. اول واحد معانا هو المعزه ليونيل ميسي. الف شكر انك رميتنا بره كاس العالم ورحمت الشعب المصري من صياح سنين. بس لو كنت استرجلت شويه ونزلت في اول الماتش سجلت هاتريك في اول نص ساعه كان زمانك نهيت الماتش من البدايه وما حصلش اللي حصل ده كله. تاني واحد لازم نشكره هو الحكم الفرنسي اللي ما حسبش لينا ركله جزاء. الف شكر انك ظلمتنا ورحمتنا من صياح سنين. وكمان الف شكر لمنتخب الارجنتين بشكل عام انهم رمونا بره كاس العالم. تعال نشوف بقى احنا عملنا ايه بعد ما ودعنا كاس العالم وازاي احتفلنا اصلا. البدايه كانت باستقبال اللعيبه في مطار العالمين اول لما وصلوا مصر. جماهير كتير كانت واقفه مستنيه اللعيبه في مطار العالمين عشان يرحبوا بيهم، وشفنا احتفالات كتير من الجماهير. وكمان اللعيبه كانوا راكبين اتوبيس مكشوف لعند ما وصلوا لفندق الاقامه. لعند هنا الاحتفالات ما خلصتش ولسه التقيل جاي ورا. تاني يوم الرئيس استقبلهم وكرم اللعيبه واداهم ميداليات وعمل ليهم كاس، عشان طبعا محدش احسن مننا ولا حد ليه عندنا اي حاجه. هم عندهم كاس العالم واحنا عندنا كاس الكرامه. وكان المفروض الاحتفالات تخلص لعند هنا وما يكونش في اي احتفالات تانية بعد التكريم. بس طبعا عشان احنا دوله بتحب الزيطه فقال لك لما يعملوا حفله لينا في استاد القاهره، وفتحوا حجز التذاكر للجماهير على موقع تذكرت عشان يحضروا الحفله. وجابوا الاتوبيس المكشوف واللعيبه كانوا موجودين في الاتوبيس، وكان موجود تامر حسني عشان يحيي الحفله. المهم اننا حرفيا عملنا حفله اجدع من افتتاح كاس العالم. كان ناقص بس حاجه واحده عشان الحفله تكمل. كان ناقص اننا نعمل نسخه من كاس العالم ونخلي اللعيبه تحتفل بيها عشان ما حدش ليه خير علينا. لدرجه ان انفانتينو رئيس الفيفا لما شاف اللي مصر عملته راح يتاكد ان كاس العالم اللي معاه حقيقي مش مضروب. انت مين يا ست انت؟ وحرفيا شفنا كميه تعليقات وانتقاد من الدول اللي جنبنا على اللي احنا عملناه. وبصراحه عندهم حق لدرجه انهم مفكرين ان خدنا كاس العالم. لعند هنا الاحتفالات ما خلصتش، دي لسه مكمله ولسه هندخل على الحوارات اللي حصلت. اليوم اللي بعده بصينا لقينا كل القنوات بتعمل لقاءات مع كل اللاعيبه اللي شاركوا في كاس العالم. يا راجل ده حتى هيثم حسن اللي ما بيعرفش يتكلم عربي عمرو اديب استضافه معاه في لقاء. ده غير ان عمرو اديب استضاف مصطفى شوبير وكمان محمد هاني وزيكو. كان ظهر مصطفى شوبير مع ابوه احمد شوبير وميدو في برنامج تاني. وعندنا ابراهيم فايق استضاف مروان عطيه وياسر ابراهيم، وكمان استضاف مهند لاشين وكريم حافظ. ومنى الشاذلي استضافه امام عاشور ومراته وكمان حسام حسن ومراته. وياسمين عز استضافه رامي ربيعه وكمان احمد فتوح. وعندك ابراهيم عبد الجواد على اون سبورت استضاف حمدي فتحي. وسيف زاهر استضاف التوأم حسام حسن وابراهيم حسن. وكمان استضاف مصطفى زيكو. ودول اللعيبه اللي انا شفتهم طلعوا في لقاءات. يمكن يكون في ناس تانية ناسيت، ويمكن يكون لسه في ناس ما طلعوش في اي برامج ويطلعوا الايام اللي جايه. نيجي بقى للقاء اللي قطع العلاقات ودخلنا في حوارات تانية. واللقاء ده كان من ريهام سعيد لما استضافت ام مصطفى زيكو. اللي انا عايز اعرف ايه هو السبب وايه الفايده انك تستضيفي ام اللاعب. يعني احنا كمشجعين لما نتفرج على البرنامج هنستفاد ايه؟ يعني احنا عايزين نشوف اللعيبه عشان نعرف منهم كواليس حصلت في اوضه اللبس، او مثلا حاجات حصلت في ارض الملعب وما ظهرتش في الكاميرات، او تعليمات من حسام حسن للعيبه، حاجات شبه كده. انما ما حدش يعرف ايه سبب استضافه ام مصطفى زيكو مع ريهام سعيد. المهم ان الحلقه ما عدتش كده بالسهل وطلع منها حوار جديد وصداع تاني. ام مصطفى زيكو طلعت بتقول انها كانت رقم واحد عنده ودلوقتي مراته هي رقم واحد، ومن ساعه ما رجع مصر بعد كاس العالم ما راحش شاف والدته. فراحت مراته نزلت فيديو بتقول ده حبيبي انا ومحدش ليه فيه واتمنى الرساله تكون وصلت. بعدها بيحصل حاله من الهجوم على مرات مصطفى زيكو، فنزلت بوست بتقول فيه انها ما تقصدش اي حاجه بالكلام اللي قالته، وما كانتش لسه شافت الحلقه بتاعت والده مصطفى زيكو. الكلام اللي قالته كان للبنات اللي بتعاكس زيكو في الفيديوهات، وان مفيش اي حاجه بينها وبين والده مصطفى زيكو. بصراحه كده مش فاهم ايه لازمه الكلام ده وايه لازمه اللقاء اصلا. والكلام اللي اتقال ده كله المفروض دي امور عائليه تتحل بينكم وبين بعض. بس طبعا انتوا طلعتوا اتكلمتوا في الاعلام والعالم كله سمع الحوار. زيكو حد منين يا زيكو؟ ايه القرف اللي احنا عايشين فيه؟ ماسوره قرف انفجرت، ماسوره مجاري انفجرت بنسوان. ايه دول؟ اللي عملته مراته على الهوا ده ينفع؟ ايه ده؟ وكده هو الفوق النوم بتعملوا ايه؟ ايه القرف ده؟ كل واحد يحترم نفسه وخلي مراته تترزع في البيت تحترم نفسها. ايه الخرا اللي احنا شايفينه ده؟ ماسورة نسوان ضربت فينا. ده انتوا كرهتونا في المنتخب. يا كل مره تتلم في بيتها بقى. بلاش قرف. ما تزعليش منها ياما، اصل هي طيبه وبنت حلال، بس هي لما تتكلم بتكره الناس فيها يعني. انا مش زعلانه منها، انا زعلانه عليك انت يا روح امك. ياما بلا امك بلا زفت بلا عطران، امشي. ياما اللي انت بترميه ده الماس غالي قوي، ده برلانت حر. ولا انت قهران على فلوسها ومش قهران على اهانه امك. امشي من قدامي يا ابن الكلب، امشي يا ابن الكلب من هنا، امشي. انت هتمشي ولا لا؟ الا بسبع عزيزه ولا لا؟ انت لابسه ايه يا عزيزه؟
وكان في تصريح مضحك ومستفز في نفس الوقت من مروان عطيه لما قال ان الناس فاكره حياه لعيبه الكوره سهله وكلها ساعتين بيلعبوهم وياخدوا ملايين، بس حياه لعيبه الكوره صعبه وكلها ضغوطات، ومروان بعد عن اهله وبيته ومراته شهرين عشان كاس العالم ودي كلها تضحيات. فلما عملت فيديو وقلت ان اي لاعب بيلعب للاهلي او للزمالك يعتبر عايش ملك، كل حاجه متوفره اليوم حرفيا، عايز فلوس موجوده، عايز شهره موجوده، وعايز شعبيه بالملايين برضه موجود، وان الشخص المضغوط هو المشجع الحقيقي اللي بيقعد شغال طول الشهر عشان في الاخر يقدر يوفر 5 أو 6000 لعياله. المضغوط بجد هو اللي بيصحى الفجر ويرجع اخر الليل عشان خاطر بس يقدر ياكل عياله. المهم ان لقيت ناس بينتقدونه ومش عاجبهم الكلام وبيقولوا ان لاعب الكوره حياته صعبه وكلها ضغوطات. الغريب بقى ان لقيت ناس فاكرين ان لاعب الكوره بيضحي عشاننا، عشان الجمهور يتفرج عليهم ويستمتع وكده. اللعيبه بتضحي عشان الجمهور، يعني اللعيبه ما بتضحيش عشان الملايين اللي بياخدوها كل سنه ولا عشان الشهره والشعبيه اللي بالملايين اللي بيلاقوها من الجماهير. طلعوا في الاخر بيضحوا عشاننا واحنا اللي بننتقدهم وزعلانين منهم. وبالنسبه لموضوع الاصابات لقيت تعليقات بتقول ان اللاعب ممكن يتصاب ويقعد يتعالج. الاصابات موجوده في كل مكان سواء في كره القدم او بره كره القدم. دلوقتي اللاعب لما بيتصاب النادي بتاعه هو اللي بيصرف عليه لعند لما يتعالج ويرجع للملاعب، ولو احتاج انه يسافر بره ويروح المانيا بيسافر على حساب النادي وبيعمل برضه العمليه على حساب النادي، والنادي اللي بيتكفل بكل حاجه. عكس مثلا لو حد اتصاب او وقع في اي شغل من بره هتلاقي الشركه او صاحب الشغل محدش بيسال فيه ولا حد مهتم يعرف ايه اللي حصل له اصلا. وبالنسبه ان حياه لعيبه الكوره مش طويله وبتكون فتره قليله، يعني اخرهم 37 سنه مثلا. خليني اقول لك ان اللي بيعملوا لاعب الكوره في سنه ممكن واحد يقعد طول عمره ما يقدرش يعمله. وانا في الاول حددت وقلت اللعيبه اللي بتلعب للاهلي او الزمالك، ما قلتش كل لعيبه الكوره عشان في انديه تعتبر ما فيهاش اي دعم نهائي. اتمنى اننا نخلص من حوار كاس العالم ومن الصداع اللي جالنا منه. وفي النهايه هل شايف الاحتفالات والحوارات اللي حصلت كلها طبيعيه ولا مبالغ فيها؟ وايه اكتر حاجه عصبتك وضايقتك الفتره اللي فاتت؟ فانت هو مثلي الاعلى اللي هو ايه، انت ازاي كده يعني؟ لا، وده بيطلع مثلا من الظهر وين يرجع بالليل. لو هو ما كانش عمل كده كل اللي في البيت دول مش هياكلوا كلهم. فانت متخيل الضغط اللي هو فيه. فعشان كده لما يجي يقولوا لنا في الماتشات ضغط ومش بجد دي الناس اللي بتضغط بجد انت مقتنع بيه؟ طبعا انت طالع مقتنع بده؟ انا طالع مقتنع. الناس اللي بتتعب والناس اللي بتشتغل، اللي بيصحى 5 الفجر عشان ياكل ابنه ولا بنته، دي الناس اللي بتبقى مضغوطه، لانه بيروح مش عارف هيرجع البيت بايه. العيال الصغير في البيت ده ما عارفش هو هياكله منين، فهو طالع على الله، طالع راح اشتغل، هيرجع بايه هو ما يعرفش. ورزقكم في السماء وما توعدون. فما تجيش تقول لي دلوقتي انا بلعب كوره وبتاخد فلوس وتيجي تقول لي في ماتش انا مضغوط ولا انا متضايق ولا انا اصلا انا ما باخدش فلوس فانا مش هقدر العب. دي كذبه والله. طبعا والله دي كذبه. احنا كلاعيبه الكوره بنضحك بيها على الناس. دي مش حقيقه. اللي انت مثلا ممكن تبقى جزء من ضغط الشغلانه، لكن لما تيجي تقارنه بالضغوط التانية ولا حاجه. اللي مضغوط ده مين يا جماعه؟ اللي مضغوط ده اللي مش عارف ياكل عياله، اللي مش عارف يدخل عياله مدرسه، اللي مكسور عليه ايجار شهرين 3، اللي ابنه عيان في العنايه المركزه، اللي امه بتموت، اللي مش عارف يجيب دواء. هو ده اللي مضغوط. عيد ياخد 100 مليون جنيه في السنه ولا 50 مليون جنيه في السنه ولا 60 مليون جنيه في السنه ولا 20 يا سيدي في السنه، وربنا يبارك لهم ويزيدهم ده رزقهم، يعني دي حاجه ربنا يبارك لهم فيها. ايه اللي ممكن يضغطوا يا جماعه؟ وانت بتشوف وكلنا بنشوف لعيب في الاهلي بيبوس الفانيلا يروح الزمالك يبوس الفانيلا، لعيب في الزمالك بيبوس الفانيلا يروح الاهلي يبوس الفانيلا.